هل المنتخب الايراني راح ينسحب من بطوله كاس العالم؟ واذا المنتخب الايراني هل المنتخب العراقي راح يتاهل بداله؟ راح نجاوب على ذني الاسئله بهذا الفيديو. مبدئيا بنسبه 90% المنتخب الايراني ما راح ينسحب من كاس العالم. لين كاس العالم لا اليوم ولا باكر ولا اكبر، بعد تقريبا سنه، فاحنا ما نعرف شنو الاحداث اللي راح تصير بعد سنه، فاكيد راح تصير تطورات كلش هواي، واكيد بنسبه 90% بعد سنه الحرب راح تكون واقفه ومنتهيه اساسا. بعدين هل ممكن الحرب تكون سبب تخلي المنتخب الايراني ينسحب من كاس العالم؟ بصراحه لا، لان بطوله كاس العالم ما راح تكون كل سنه موجوده حتى المنتخب الايراني ينسحب. راح ينسحب بحاله واحده اللي هو الفيفا يستبعد المنتخب الايراني، اما المنتخب الايراني ينسحب فهاي مستحيل. ولكن اذا استبعد المنتخب الايراني هل المنتخب العراقي راح يتاهل بشكل مباشر؟ بصراحه لا، اكو عده اسباب يخلي المنتخب العراقي ما راح يتاهل بدال المنتخب الايراني. لان المنتخب العراقي ما جاي ينافس على بطاقه كامله، او مثلا المنتخب العراقي مستبعد من البطوله نهائيا، لا، المنتخب العراقي عنده نص بطاقه جاي يحارب عليها، فبحال استبعد المنتخب العراقي منو راح ينافس على هاي النص بطاقه؟ فاكيد ما راح يتاهل المنتخب العراقي مباشره. ولكن اكو طريقه واحده بحال استبعاد المنتخب الايراني المنتخب العراقي يتاهل، اللي هي بحال منتخبنا العراقي خسر ضد بوليفيا او سورينام وطلع من البطوله، ولحد ذيك اللحظه بعدها المنتخب الايراني منسحب من البطوله او ما لاقي منتخب ثاني يشارك بداله، فبهاي الحاله راح يشارك المنتخب العراقي. ولكن حاليا على هاي الاوضاع وبعد سنه مستحيل المنتخب الايراني ينسحب من هاي البطوله، ومستحيل المنتخب العراقي يتاهل بشكل مباشر الا بحال فوز على منتخب سورينام او بوليفيا. والطريقه الثانيه مثل ما قلت لكم انه المنتخب الايراني ينسحب من البطوله، مو حاليا، انما بعد ما يلعب المنتخب العراقي ضد سورينام وبوليفيا، فبذيك الحاله راح يخلون منتخبنا العراقي يشارك بدال المنتخب الايراني. فلحد الان مجبور منتخبنا العراقي يلعب ضد بوليفيا او ضد المنتخب السورينامي. بحال فزنا على واحد منعتهم وتاهلنا فخير على خير، وبحال المنتخب الايراني انسحب وتاهلنا بداله، فبصراحه عن نفسي ما احب منتخبنا يتاهل بهاي الطريقه، فلو ما نتاهل احسن. فاللي هنا وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسون تخلونا لايك واشتراك، ومع السلامه.